شيخ تكملة لمسألة شيخ الشباب الآن يا شيخ، مثلا في مناطق كثيرة، ليست من كل المناطق لكن في مناطق كثيرة لا زالوا يخوضون في مسائل هي كبيرة عليهم، يعني مسائل مثلا يا شيخ تكفير التشريع العام والتكفير العيني. هذه المسائل يا شيخ قد يأخذون الفتوى منكم ثم يطبقونها على الحاكم هكذا تطبيقا يعني غير صحيح. نعم. ثم لما تقول له يا أخي هذه ما قالها الشيخ ابن عثيمين، يقول لك لكن الشيخ ابن عثيمين مثلا في كتبه قال أن مثلا التشريع العام من حكم بغير ما أنزل فهو كافر دون تفصيل، والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر. فهمت المسألة يا شيخ؟ نعم. يعني فما نصيحتكم لهؤلاء لأنهم تشبثوا بهذه الفتوى؟ أقول بارك الله فيكم. نعم. الحكم على المسألة بالحكم الذي ينطبق عليها، غير الحكم على شخص معين. فما رأيك في من يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ كافر. ولما أخطأ من شدة الفرح لا ليس بكافر، صار ليس بكافر، مع أنه كلمة كفر. وما رأيك بالذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين؟ كافر ولا كافر؟ كافر شك بقدر الله. لكن الرجل من مخافة الله تأول. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين الحكم في المسألة من حيث هو حكم على المسألة من حيث هي مسألة، ثم ينظر في طبيعة الحاكم، لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبس عليه الأمور، وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم في الشرع، فيأتيهم فلان ويموه عليه وفلان يموه عليه. ألم ترى إلى أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخل، وشبهوا أو اشتبه عليهم الأمر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال هذا رجال نشهد لهم بالصلاح، ولكن تلبس عليه. وهم لو تأملوا الأمر لو وجد أن هذه بالنسبة للمصانع والصنع وما أشبه ذلك، لأن الرسول تكلم عن تأبير النخل وهم أعلموا به، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى من مكة ما فيها نخل ولا شيء ولا يعرف، فلما رأى هؤلاء يصعدون إلى الفحل ويأتون بلقاحه ثم النخلة ويلقحونها فيكون فيه تعب وعمل، قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوه سنة ففسد النخل، فأتوا إليه وقالوا يا رسول الله فسد الثمر، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ليس بأحكام دنياكم بأمور دنياكم. فالناس يلبسون الآن. ألم تروا أن بعض العلماء في بلاد ما أباحوا الربا الاستثماري؟ عجيبوا. بلى، وقال المحرم الربا الاستغلالي، وشبه بقوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لأن الحاكم إذا كان جاهلا في أحكام الشريعة وجاءه مثل هذا العالم أليس يضله؟ طيب. فلذلك لا نحكم على الحكام بالكفر إذا فعلوا ما يكفر به الإنسان حتى نقيم عليهم الحجة. هنا. ومن يقيم يا شيخ؟ نعم. من الذي يقيم يا شيخ؟ ما دمنا ما أقمنا عليهم الحجة ما نحكم بكفرهم. إني سمعتك يا شيخ أنا في رمضان قلت إلا أن تروا. نعم. يعني الرؤيا قلت يا شيخ عندما أذكر قلت يعني رؤيا مثل رؤية العين. نعم. نعم. هذه. يعني نريد شرحها الآن. يعني نعلم علم اليقين مثل ما نرى الشمس كفرا بواحا صريح ما في احتمال. ما في خلاف بينهم. نعم.